هذا والله انه هدية لنا من السماء. ان شاء الله يعزه. الله يعزه ويطول بعمره ويوفقه، وحنا معه قلبا وقالبا. جعل قلب ما يحب الله يجعله المرء. الله طول وجيهنا ورفع روسه، قبله ابوه وجده بسر يا محمد وحن معك. وابشرك لك شعب محب، انا اللي ابشرك لك شعب يحبك ويحب ابوك وجدك، وكلهم جند معك. سر يا محمد وحن معك. قلت ما في خطرنا وفي خاطر كل سعودي. نعم، اللي ما هو بسعودي ولا ما عندنا في الحيدة، ما قام عندنا ولا قاعد. هذا ديدن ابناء السعوديه اللي ما يحب ولاة امره مو بسعودي مره. انا اقول لك ما ان فيه عرجه ما هو بسعودي، والله يا عرجه ما هو بنظيف. احنا نحتسب محبته. محمد يا عسى الله يزيده من كل خير ويحفظه عالي الشان. محمد يا عسى الله يزيده من كل خير ويحفظه عالي الشان. الليلة بعدها التمشية وبعدها الأجواء في محل الشيخ جابر بن محسن. أبو محسن مساك الله بالخير. مرحبا والله ألف يا أخ بندر، هذه فرصة طيبة يا ربي لك الحمد. الله يطيب بالك. والله أنا فرصة طيبة سيرت أنت على لود الحوات، والله العظيم بكم هالمع. مرحبا لك ويطول عمرك. والله مرحبا لك. الكرام اللي عندك، أول شيء الرعاية اللي شفناها عسى الله يبارك فيها. يجزاك خير. أساسا هي الخويمات ابن بن صباح على وقت مبارك بن صباح. وشريت وخذها ابن دربي الغيثات، وجت عقب شراها الملك خالد جعله في الجنة والدين والديك، وأراد الله سبحانه الله يعطي الجنة. والخويمات ما لها شكل في الوجود. والمقتل ذاك الوقت رغبة ربعنا أهل السعوديين رغبتهم في المقتل وسط، وسعرها وسط، وراد الله وشراتها ويا رب لك الحمد. من 40 سنة وانت محافظا عليها. والله نحمد الله محافظ عليها واشتري عليها وابيع منها. كلها خير وبركة. نعم، رغم انك في السوق وتشتري وتبيع، ونصف الملاك البل صفقاتهم يمكن كانت عن طريق او مشترى منك، لكنك حافظت على جزء مني، والناس كلهم باع وكل شر. البل كلها خير وبركة، ما تعلقها رجال صاحب الا ما الله يسر امره وانفعه ربي واستفاد ورزق الحلال وطولت شرب الرجاجي. من حكومتنا الله يعزها ويطول بعمارهم ولاة الامر، من حطوا المزاينات للبل، والبل سبحان الله العظيم ما يحد قربها الا ما استفاد وعيرها. قوافل الصحراء واخوي محسن موجود. انا عندي معلومات انه يحاول يدخلها مزاد ولا يدخلها شيء، وانت لا يعي الله سبحانه ما دام حي على الدنيا مهمه. يجعل عمرك طويل. عقبه لا راح نفك بصرهم عاد ما هي بغلا. ان شاء الله يبارك. خير وبركه. والله انها مرجله، اقول وانا صادق لا بجامل. وجملت الرجال وفودت الرجال. لجت البل الطيبه مع رجال صاحي ويضربها بالبعارين الطيبه، ويجي رجال النظيف ما هو بيبعبس ولا يخربط ولا يسحب ولا اخبار ولا صداع. وفقها الله وثقوا فيه رجال ومشى سلعته واسترزق وعين من الله خير. والبل كلها مرجله في حققت هوايتك وراحت نفسك في البل. ولو انها متعبه شوي ومكلفه، هم الثانيه عينت خير تبيع لك حاشي ب 500 ب 600 بمليون بمليونين حاشي. هذه نعمه. استفاد رجال اخويانا دخلوا معنا في السوق. والله بعض الرجاجيل له على جديس رفارفاته تلون، وبعض الرجاجيل مو ترى ما في حتى استبنه. ورجال عصبوا روسهم واشتغلوا. كلمتي بعبس ويسحب تلعبه. انا الى لعبه. الرجال اللي نظيف ويثقون فيه رجال ويجنى البل ويضرب البعارين الطيبه. وإن بالحمد الله حنا مجتمع سعودي، عاداتنا وتقاليدنا طيبه وسماتنا طيبه. لا جاك الرجال البعير الطيب طلع اهل الحوات الغامه يضربون به يستفيدون ولا هو بيحسد احد. هذه من صفاتنا. لو انها عند غيرنا يا السعوديين ما اعطاك تضرب ببعيره. نعم. ينحرم من البعير وضراب ذوده ويخلي اللي جاي يبون الضراب يضربون.
كلها عادات وتقاليد حميدة وحسنة، وهذا نحمد الله فضل من فضل الله سبحانه علينا كشعب سعودي. كلنا قبائل، كلنا ما حد يرد من البيت. نعم. ويستفيد الرجال ويعي الخير ويضرب ويبيع بيع النظيف. هذا بيض الله وجهه، بشره بالعلم الغالب وبشره بالخير وبشره كسبها عند رب العالمين وعند الرجال وفي نفسه وحتى على صلاحيته وذريته. هذا بيض الله وجهه ويبشر بالخير. واما الرجال اللي طال عمرك يعود في البعبس مثل ما قلنا للاسف. هل هي ظاهرة منتشرة؟ لا ان شاء الله ابشر كي بلا شيء بسيط وانتهى. صح الرجال اما يفعلها رجال صغير سن ولا رجال جاهل. الرجال هالحلال ما يرضون، ما يرضون على البل ولا يقبلون بذا البل. اللي يحب البل ما يقوى، والله ما يقوى يا بنده، ولا يغش فيها ولا يسحبها. بعضهم يلعب عليه الشيطان، ولكن الحمد لله بشر ان شاء الله انها ظاهرة الراحة باذن الله، انهم بعد يعقلون يصحون باذن الله. الان بعد يمكن 30 سنة وانت في السوق، الان كمراقب عن بعد المهرجانات مزاينات البل. والله ابشر كلها ان شاء الله علوم من طيب. انا طال عمرك توضيت الذودي ما قصرت لا في البيع ولا في الشراء، خذيت وعطيت وبراحة نفسي الآن. أما اللي أنا أشوفه الحمد لله عندنا نادي قائم بالمهمة، والمواطنين نحمد الله وهالحلال يشاركوا وكل خير وبركة ورفع قيمة الحلال، والطلبة بشتك على الحلال أكثر من أول، والبل الوقت الحاضر أغلى من أول. إن الحلال الطيب دبل السعر، هو غالية ولا رايح تنزل ولا قصرت حكومتنا. والنادي الإبل ما قصر كذلك. نادي الإبل عليه مهمة وقام بها، ويجب منا احنا بعد كمواطنين وملاك إبل نشجع النادي. يجب ان نعطيه آراء اللي عنده راي فيه سداد، ويدعم النادي فيه بيض الله وجهه، ولا حد يزعل اذا ما اخذ برأيه. الموضوع موضوع مصلحة عامة للإبل، وانا اللي اشوف النادي كل سنة فيه تطور. واللي عرف عنك انك دائما ارائك صريحه وواضحه. انا صريح والله نحمد الله. وش الراي ولا المقترح الان اللي ودك تطرحه على الناس؟ يا بندر انا رجل محب الوطن ومحب المواطنين، اخواني المواطنين. انا رجل وطني لا شك، احب الوطن وما هم الوطن وما نم الوطن وما نفعها للإبل وما طور في موضوع الإبل. لا شك. وانا مع النادي قلبا وقالبا، ولا نبي نقول قلبا ولا قالبا ندور مصالح او نبي امور ماديه، لا والله يرتقي عن هذه الامور. حنا لازم يا اخي نشجع اهل الإبل، ولازم نشجع النادي ونشكر دولتنا ونشكر القائمين على النادي، الشيخ فهد بن حذلين بيض الله وجهك ووجهه والقائمين معاه. رجال ما قصروا يستاهل، ويجب انه ما ازعل يا اخي من اي قرار يتخذ بالنادي. نعم. ترى القضية الأنانية إني أنا بشارك لازم أفوز، لا مو صحيح. نعم. بعد إخوانك كذلك لهم حق. فيكون الإنسان يقبل الأمور بروح رياضية. وحنا معهم. قبل شوي كنا نتكلم عن السلالات، وأسألك عن سلالة الفحول اللي عندك. اللي عندي أنا؟ أي. أبشر كلها طيب. أي نعم. أنا عندي فوق 100 بعير. ما فيه مزاد عن طريقنا، وبعير مشهور إلا ما أخذ من عياله. رازقك الله بالحصان هذا. جعله يسلم وياه. فالحاصل طال عمرك عندي بعارين ممكن الباتليات أول منهد بعير البات لنا. بالمناسبة خلينا نرجع للباتل شوي. سمعنا مؤخرا أن الباتل مهجن أو هذا الكلام والله غير صحيح. الأول هاللحية الغانمة ابن ضاعن ونعم الشارب ورجال وولد رجال وحن خواله فيه، يمكن جايه معلومة خاطئة، وأنا أثق أنه رجل وعلى صغر سنه أنه رجل ناضج وعاقل وولد رجال يعلبه في الجنة، وإخوانه كذلك الحوات الغانمة، وجائز أنه جاي سامع له شبهة. أما بعين الباتل أول من هده أنا وأول من ضر ربه جعل أبو عبد الله محمد الباتل الجنة، أول من ضر ربه خابرين العرب كلهم، ما فيه كلام ولا فيه شبهة، ذي دانة خابرينها. حين وياه عند العيطلية والله ما خبرنا عنده باكستاني، والله اني حلف بالله العظيم. معه ذود مجاهيل ومعه ذود صفر ومعه شعل عطاها خويه المشعلي ومعه الوضح
والوضح أنا شريت من ال50. رجل ما خبرنا لا عنده لا باكستانية ولا شافت والله عنا باكستاني. تشهد بما رأيت أنت. أنا أشهد بما رأيت وما شافت عيني. وراح شراه من ابن كديس بواسطة رجاجيل. وشراه أبو عبد الله يرحمه الظاهر ب 162. وجابه والله اني اضربه، انا اضربه مختاره من دول بعري. وربوع معارفنا رفاقتنا دواسر ومعارفنا سبعان وعربوا واجد. يقولوا ايش تبي بالبعير ذا؟ ضرب بالبعير ذا وبالبعير ذا وبالبعير. قلت يا رب انا ما ابي الا البعير، انا ابي المطيت اللي عمرها وافي. والبعير ذا ما هو ان شاء الله مقلبا على ارضه. وضربت به وجمع انتاج عليه والحمد لله، وهديت عياله وبعت منها وعيننا خير. هل هي السلالة الأولى عند أبو محسن الباتل هو السلالة رقم 1 عندك؟ اي نعم، وعندي ولد فاهيان طيب. والسلالة رقم 2 عندك؟ ماني مجزء ولا مداخل في الشرك ذا، الشرك مو بلي ولا نبله. البعارين الطيبة الباتي ورمان، هذا ما في كلام، هذا اللي عندي. ولا العوني التمامي ونعم بالبعارين كلها بأهلها، لكن لا هديت ولا لي بهادن. انا هاد الباتلي وهاد الرماني وهذه السلالة اللي انا احبها، وغيرها ان شاء الله انها طيبة. هذه الاسواق نحمد الله، كل زملائنا الحلال واهل البعارين يبيعون مليونين ب3 ملايين ب5 وب10، اجلها على الباتل ولا على رمان. لا، في بعارين طيبة، لكن كل اللي هواية اللي يحب الوضحة ويطرب معها ويستانس. بنت رمان ما في كلام، واللي بالدراهم راسهم صندوق كبير وراسها كبير وعظاها طوال وجلال الباتلية. والحلال المسلمين كلها بشك طيب، ومن زنا الناقة سواها وصل ولا طيبة كل جبرة من قد عودها بيض الله وجهه. وانا اوصي نفسي واوصي الشباب واوصي هالالبل، احفظوا البل يا ظل الغريب. البل ما غيرها شيء والله، انها المرجله وانها الغناه وان علومها كلها طيبه. ولا بعد خبرت رجال اللي يحب البل ويفلس، والله ما يفلس الا بياعها ولا يفلس الا اللي يهملها. كلام هذا اللي انا بقوله. بيض الله وجهك. وانا اسف لحظه يا اخبرنا. نعم. واسف يا اخوان، الرجال من هرج بعض الساعات يمكن يجي له كلمه ما له قصد فيها. يا مستمعين ويا اسمع يا اخبرنا، انا مبطل من السوالف في البل واهلها، وسيرت عني مرحبا والله بلحيتك لا انت ولا اللي معك، والله بالها الرحيم انتم جايبينها معكم. لكن للمشاهدين والمستمعين يا اخوان، انا مبطل من السوالف عن البل وهالالبل والعلوم ذي كلها. والرجال سير ما لا يخطي الرجل، لا قدر الله. اما كلمه الزاله يحط في غير موضعها، انا والله ما عندي الا الصدق. اسمعوا يا اخوان، اجعل بالكم من بعضات الاشياء، ترى كلامي واضح والحد بلابلي في الشيء اللي نهواه، ولا لي لزوم في خلق الله ولا في بعارينهم. اما اللي انا احبه بينته، واللي ما لي فيه لزوم ما لي فيه لزوم. وجعلكم على القوه، وجعل ربي يوفقكم، وان شاء الله انتم ناشئين جديد بعد ان شاء الله ويطلب منكم اكثر. اللي يعرفك يعرف زين، يعرف حماسك وشفافيتك وصراحتك وكلمة اللي تقولها من داخلك تقولها وترفع صوتك فيها، ودائما وكلامك طول عمرك كلام المحب الغيور اللي تعودنا عليه. نعم. وهذا ديدنا. نعم. وبنبقى ان شاء الله ما دام الله محيينا عليه. وش الاشياء اللي تتمنى انه يضاف في المزايا في المهرجان؟ والله ما قصر، المعازيب ابخص، ورئيس النادي ابخص، ومعاونينها ابخص، والمشاركين ابخص. والمشارك اللي عنده راي يجتمعون الرجاجيل ويجون اللحية الغانمة. الشيخ فهد بن حذلين ولا هو بمقصر، انه رجال من رجال. نعم. ومن عرب وابن حمولة. وانا واثق ثقة والله، لا بعد واجهته ابن حلال ولا بعد شافت عيني عينه، الا كالنباه طيب وابن حمولة. وانا واثق ثقة انهم لا يجتمعون اهل المزايا والمشاركين واللي عنده راي ويقبلون على فهد بن حذلين، انه سلالة راكا ومن على حمولة طيبة وقبيلة طيبة، والله ما يخجلهم. يا جميع ما يبون يسويه لهم، وهذا مصلحة عامة. وحكومتنا تفضلت، لا ملكنا جعل ربي يطول بعمره ولا ولي عهده. والله يا بندر نحسد على ولاة امرنا، نحسد احنا كشعب في نعمة وفي رخاء
وفي خير وفي أمن وأمان وطاعة رحمن، وطولوا شواربنا وزادونا ما نقصونا. يكفينا فخر ابن الوطن البار. الله يوفقه والله يسعده والله يطول بعمره، والله إن قلبا وقالبا معه، والله عسى الله يديم. الله يجعل قلب ما يحب هذا الرجل، الله يجعله المرض، الله يجعله المرض، الله يجعل اللي ما يحب السعودي. خلي الأجنبي ما عندنا في الحيطة، اللي ما هو بسعودي ولا ما عندنا في الحيطة، ما قام عندنا ولا قاعد. أي مواطن سعودي هذا رمز وطن، هذا ابن وطن بار، هذا والله إنه هدية لنا من السماء. ان شاء الله يعزه، الله يعزه ويطول بعمره ويوفقه، وحنا معه قلبا وقالبا. الله طول وجيهنا ورفع روسنا وجعله حياة، وقبله أبوه وجده، وهذه أسرة مباركة كلها خير وبركة علينا وعلى المسلمين، وحنا معهم. سر يا محمد وحن معك، وبشرك لك شعب محب. أنا اللي أبشرك والله نحمد الله لك شعب يحبك ويحب أبوك وجدك ويغليك، وكلهم جند معك. والله أقوله وأنا عند ربي صاد. قلت ما في خطرنا وفي خاطر كل سعودي اللي ما يحب ولاة أمره مو بسعودي مرة. أنا أقول لك ما إن فيه عرجة مو بسعودي، والله يا اللي ما يحب ولاة أمره والله يا عرجه مو بنظيف. احنا نحتسب محبة نيت على ديرة عفيف الأراضي. عفيف طول عمرك أراضي ألبل، وحبك كلها يزيد حبك زود. والله يستاهلون أهل الحباير، يستاهلون محيا وعياله الله يبيض وجهه، والله نعم القصرة. أنا لقيت لحية الغامة هو وعياله، الله يجزاهم خير وقصرتهم مباركة ويجعله حيا وياك. ولا عتابة ما فيها كلام. أرضك ومحلك طول عمرك عزيزة، وجعلهم يسلمون وياك ولا يقصرون. والله يوم نجي عفيف كلهم يطيرون بنجعلهم يسلمون وياك، ولا يعرضون جنابهم من طيب راسك، يعرضون النفع ويعرضون كلش. وهالعفيف من جميع القبائل والأسر يرحبون في الرجال أمثالك، وأرضكم ومحلكم. طول عمرك، وهذه فرصة طيبة لا تخلينا إن شاء الله نلقى الجنوب بإذن الله. الجنوب نفتخ غير بإذن الله. إننا نحمد الله إن في جنة الدنيا. هذا الوادي جنة الدنيا، ما قراح ورده دكاك وسهل، الله لا يخليه، مظلة ومبان طايلة. هذا جنة الدنيا بلده. الوادي ما له شكل، عسى الله يديمها إن شاء الله. ما غير شكل، ونبته غير شكل، كلنا بدارهم ولا غير شكل. لا والله أقول الصدق، والله ما ذم الديار، لكن الوادي وادي الدواسر غير ما له شكل. عسى الله يعزها له. مزاين تشجعهم تحمس معهم أكثر. يزينون في جائزة الملك عبد العزيز. اي نعم. والله ما في رجال يروح يشارك في جائزة الملك عبد العزيز، لما هو يستاهل ويشجع. رعيب وبله طيبة، وفي عينه وفي عين العرب طيبة، واما عاد الفوز والغلب والاول والثاني وعندي من الله توافي وتسنيع ودفع دراهم نعم وامور، لكن كل من راح يستهلك يصب السمن عليه. طيب اللون اللي تشجع تميل له ابوه؟ والله انا اميل للواضحه ما في كلام. انا عندي ذود مغاتير وذود شقح وذود الحب، واحبهم كلهم، لكن لا سالتني عن ابني وش تحملها، لا احب الوضحه السنادي اللي نعم متسنده، قبتها زينه وجهها زين وسبالها هزع وذال هشتر وغاربها مارج، هذا نحب. الوضحه اللي تلك مجموعه من البل ما انت بتقرب منها حد اللي جاي يصوم. اي والله ما اقرب ولا بس ولا تنباع. يقال انك معطن شيك مفتوح محسن وقوافل الصحراء، اي ناقة زانها جبها. نعم والله ابشر اشتري وبي، والله إن في نعم يا أخ بندر زايد الكلام. أنا داري كنت تسحبني، تبي عارف إنك تبي وأنا والله ما عاد قدر في بعض الشيء. اسمع تأكد إني أدور الزود كلام اللي يعتبر نبراس للجيل ولنا حنا كشباب وكإعلاميين وكمحبين. الكلام اللي أنت تقوله ودنا إنك تزيد فيه. يا رب لك أبشرك الكلام إن شاء الله المجتهدين فيه وإن شاء الله. شكرا جزيلا لك ونلقاك دائم على خير. إن شاء الله يطول عمرك ويخلي لك هلا الاشبال. ونرحب بأخوي فواز بن ضامن وبالدكتور. الدكتور اليومين هذه مخيم عندك هنا. اي نعم هذه اجازه العيد لازم، هذه نقاهه. طول عمرك. شرفتنا ومرحبا بالعيد. الله يحييك عمرك. وما تقدمه في قوافل الصحراء عمل احترافي
ونشيد بمزاداتك وبما تطرح وبما تقدم وبشفافيتك ومصداقيتك. مرحبا والله ومسهلا. على خير، الله يحييك. يا مرحبا ومسا، الله يحييك.